رصاص مثل زخ المطر لا يهتز له جفن المتظاهرين. يتحدث من دمشق مكشوف عنه الحجاب ويرى كل المحافظات. وحقيقة المواد التي ترش على المتظاهرين هنا وهناك. فيديوهات المظاهرات في سوريا إذا عرضت كما هي بات مقاسها ضيقا على طموحات من يريد أكثر من ذلك في سوريا، فأصبح لابد من تعريضها وتطويلها، وهذا مثال. وقال عبد المعين إبراهيم وهو أحد المستقيلين أن قوات الأمن السورية أطلقت النار على مظاهرة حاشدة جرى تنظيمها في معرة النعمان. مع اطلاق الرصاص، اطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المتظاهرين. رصاص على أبو جنب كما يوضح الصوت، ولكن الكل مستمرون يمشون الهوينة ويتابعون مظاهرتهم وسيرهم. لكن على ما يبدو وعلى العجقة تكركبت الأصوات مع صور الأفلام، ولكن من المؤكد أنه هالصوت مو لهالفيلم، والله أعلم. يوم الجمعة الماضي في 10 من حزيران كانت الفضائيات معجوقة بشهود العيان، ما في إرنة تحط رجلك. ولكن إذا أردنا تفصيل شهادات الجميع لن ننتهي، فإليكم عينة. هذا شاهد وناشط حقوقي بالوكالة تحدث عن خروج طلاب الجامعات في مظاهرات فقال: بدأت المظاهرة الأولى في مدينة جامعية، البارحة ليلا بدأت المظاهرة، واليوم عندما ذهبوا إلى الجامعة لما عادوا من الجامعة بدأت مظاهرة قوية في المدينة الجامعية. حوالي 4000 طالب هتفوا بالحرية نحن هنا لا نكذب خروج مظاهرات ولا نصدق، ولكنه قال أن الطلاب عندما عادوا من الجامعة إلى السكن خرجوا في مظاهرة. بس يوميتها كان يوم جمعة، إيشو شايفين الجامعة بمنامون؟ وبما أن هذا الشاهد صحفي مثلنا كما يفترض أو كما قدمته المحطة ابن كار يعني، فإننا أعجبنا بشهادته الخارقة الحارقة العابرة للقارات. عابرة للقارات لأنه يتحدث من دمشق، وشهادته كانت كالتالي: الآن المروحيات تطلق النار على الناس في سراقب، في بلدة سراقب. على فكرة سراقب عند إدلب، وأيضا في معرة النعمان، ومعرة النعمان بهديك النواحي كمان. كما يتجمع أكثر من 50,000 متظاهر في دير الزور حول مسجد العثمان. دير الزور؟ ويقف الآن يخرج متظاهرين في حلب أيضا، كما خرج قبل قليل متظاهرين في المدينة الجامعية من حلب. يكفي لهون، يجوز إذا تركناه كمان شوي يصير بقبرص. التصدي لما تتعرض له سوريا من حملات وتشويه للحقائق كان مهمة كل من يحمل في قلبه قدرا من الوطنية والحب، فتشكلت مجموعات وفرق وجيوش إلكترونية وصفحات فيسبوك وغيرها. ومن تلك الفرق موقع شام هذا، وهو طبعا مغاير تماما لموقع شام الآخر الذي يعد مطبخا لأغلب الفيديوهات التي تغذي المحطات الإخبارية. وهذا تحقيق أجراه عن المواد التي ترش على المتظاهرين في أكثر من بلد عربي، سنعرضه نقلا عنه كما هو. وبعد سؤالي لمختص أمراض جلدية اكتشف أنهم يخلطون الماء بمهيجات عصبية توتر المتظاهر وتفقده صوابه. تابعوا ذلك على التظاهرات التي تخرج على القنوات المعادية أو على الفيديوهات التي تنشرها صفحات الفتنة على الفيسبوك. لاحظت ذلك في أغلب التظاهرات بأكثر من بلد عربي، وعادت هذه الظاهرة لتتكرر أثناء تشييع الشهداء ويوم الجمعة في سوريا أيضا. كانت المرشات واضحة لمشاهدي التلفزيون، بالإضافة إلى أن هناك أنواعا من بخاخات الرذاذ المنشطة الصغيرة من نوع الأنفيتامينات تحمل في الجيب وتخلط بالماء. من تأثير الأنفيتامينات ومشتقاتها الشعور بالسعادة الكاذبة، رفع الحالة المعنوية والثقة بالنفس والثرثرة، زيادة تحمل التعب والإرهاق والنشاط العام، وعند انتهاء مفعولها يحدث العكس كالإرهاق والتعب والنوم، زيادة إفراز العرق وجفاف الحلق، زيادة معدل ضربات القلب،
ارتفاع ضغط الدم، الشعور بالتمرد والعنف، فقد الشهية، فقد يستمر الشخص لأيام بدون طعام مما يؤدي إلى نقص الوزن والضعف والهزال، عدم النوم، عدم التقدير السليم للأمور. وهذا ما بدأنا نلاحظه على بعض الشباب في المظاهرات من تصرفات غريبة كخلع ملابسهم العلوية وهيجانهم الغريب وقيامهم بتصرفات غريبة كالقفز والضحك أو الصراخ الهستيري، والتي أصابت غالبية المتظاهرين وصغار السن. ملاحظة: أنا شخصيا لاحظت نفس الملاحظة من فيديوهات بعض مسيرات اليمن من خلال النقل المباشر لها، علما أن الجو لم يكن حارا بما يستدعي رش الماء. ملاحظة هامة: الفيديو الشنيع الذي تم عرضه لشنق أحد رجال الأمن في مدينة حماه يظهر لمن ينتبه أحد الأشخاص يصعد على عمود الكهرباء ولا يقوم بشيء إلا رش سائلا ما من قنينة ثم يعود بالنزول. لماذا يا ترى؟ ملاحظة أخرى: رش مادة غريبة شبيهة بالماء على المشيعين في دير الزور. لماذا يا ترى؟ شالونا ان المخربين صاروا يرفعون على كتاف المخربين وشو اسمه، بعد ما اخذونا المخربين يعني انه نص صار يشيلون هيك يزتوه انه هيك ويزتوا مي اشياء ضاره، انه هيك ويزتوا مي اشياء ضاره، وانه هيك ويزتوا مي اشياء ضاره ويوزع دخان كمان. هذا إذن يؤكد الرواية التي تقول إن هناك من كان يستغل المظاهرات السلمية ليحرفها عن هدفها، فكانت الأدوار تتوزع، البعض يطلق النار وآخرون يصورون ويرسلون وآخرون يرشون مواد كالتي سبق ذكرها. لم يتبقى الآن إلا أن نشكر من قام بالملاحظات السابقة، مشجعين كل من يجند نفسه للدفاع عن سوريا بكل الوسائل والطرق، والله من وراء القصد.